يا صباح أو مساء الورد والفل والياسمين على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو على أغلى وأحلى متابعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة أنا راجعة لكم بفيديو جديد، بس بصراحة الفيديو مش أنا الراعي الرسمي فيه. الراعي الرسمي للفيديو النهاردة هم أولادي. النهاردة أنا فوجئت إن أولادي، ربنا يبارك لي فيهم ويبارك لكم في أولادكم يا رب، إن هم أخدوا باباهم ونزلوا. انا قلت عادي، هما نازلين رايحين اي مشوار، ما دققتش يعني. ولما رجعوا انا لقيت يعني مفاجأة فرحتني جدا جدا جدا. هي دي المفاجأة والهدية اللي اولادي كانوا عاملينها لي واللي اولادي جابوها لي. انا مش عارفة اوصف لكم انا فرحانة قد ايه. ربنا يبارك لي فيهم يا رب، ويبارك لكم في اولادكم كلكم، ويدي كل مشتاق يا رب يا رب. انا فرحانه قوي، يعني انا فرحانه لحد انا مش عارفه، مش لاقيه كلام اقوله. كفايه ان هم افتكروني، كفايه ان هم عارفين ايه الحاجه اللي بتفرحني وجابوها لي. كفايه ان هم حوشوا من المصاريف بتاعتهم. وقالوا لا، مش هنضيعها في اي كلام فاضي، لا هم حوشوا علشان يجيبوا حاجة تفرحني. دي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا جدا جدا. حتى لو الحاجة بسيطة بس فرحانة بيها قوي، حتى لو الحاجة رخيصة أنا فرحانة بيها قوي. يعني أنا الحمد لله ونعم بالله مطبخي مش محتاج حاجة، بس والله لو شوكة، لو معلقة، لو اي حاجة بسيطة، لو وردة قد ايه كانت هتفرحني. تخيلوا بقى لو وردة او معلقة او شوكة كانت هتفرحني. لا، جابولي كل دوا، فانا في قمة السعادة. ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده حبينا نهادي ماما بحاجات بسيطة من مصروفنا، ولو عليا انا واخواتي نجيب لها الدنيا كلها. طبعا اللي اتكلمت في الاول دي بنتي الصغيرة، واللي اتكلمت تاني واحدة دي بنتي الكبيرة. ربنا يبارك لي فيهم يا رب. آه، انا مش هتكلم، انا هحاول بس انا اللي اصور النهارده، وهسيبهم هم يقولوا لكم هم اشتروا ايه. طبعا انا في حاجات فتحتها، مش هكدب، في حاجات انا فتحتها. يعني حب استطلاع. هما بقى يقولوا لكم هما اشتروا ايه. مش بقى هما محرجين ان هما يتكلموا، فانا بقى هتكلم مكانهم. اول حاجه هم قالوا لي ابدأي بيها المنظمات بتاعه التلاجة. هم عارفين ان انا بحب المنظمات جدا بتاعه التلاجة، بتنظم لي اي حاجه بصراحه في التلاجة. انا كان عندي منهم، بس يعني في منهم اللي قدم، طبعا اللي اتكسر. فهم جابولي 4 منظمات للتلاجة. بس انا لما بسألهم ما كانش فيه يعني الوان تاني. قالوا لا يا ماما احنا ما لقيناش الا الالوان دي بس اللي عند عمو. ف يعني انا كنت بحب ان انا انوع في الالوان، ان أنا لو عليا كنت ممكن اجيب كل واحدة لون. وكمان جابولي حفظ التلاجة دي، بسم الله ما شاء الله، عجبني حجمها، كبيرة وتشيل كتير. كمان صحية، هي عليها رقم 5، مش عارفة ظاهرة او مش ظاهرة، هي موجودة عليها رقم 5. طبعا صحية جدا. دي بالنسبة لي هتنفعني خالص كمان ان شاء الله في رمضان، لان هتشيل معايا اي بواقي اكل يكون عندي كتير. احنا عارفين ان احنا في رمضان بيتبقى مننا اكل كتير، فدي لا دي كبيرة مساحتين. جابولي حافظات برضو التلاجة دي، برضو المساحة بتاعتها كويسة جدا. هما 3 واحدة كبيرة ووسط وصغيرة. هم عارفين بصراحة ان انا بحب حافظات التلاجة جدا وبحب منظمات التلاجة، فهم مركزين قوي قوي على حافظات التلاجة. برضو كويسة وصحية والخامة بتاعتها كويسة. طبعا انا معرفش اسعار، لان هم مرضيش يقولوا لي اي اسعار، مرضيش يقولوا هم جايبينها بكام. بس الحاجات دي انا بتنفعني وبتقعد معايا على فكرة فترات. انا عندي برضو حافظات كتيرة للتلاجة، بس هو كتجديد.
وجابولي ايه كمان، جابولي الطقم دوا انا يعني احساسي ان هو يستعمل للكاستر، للجيلي. يعني انا هستخدمه عن نفسي للكاستر، للجيلي، الرز بلبن. وعجبني فيه قوي ان هو ليه غطا. انا عاجبني بصراحه ان هي ليها غطا، فسواء حطيت فيها رز بلبن، حطيت فيها كاستر، حطيت فيها جيلي، حاسه ان مفيش اي حاجه في التلاجة ممكن تكرف عليها، الريحه بتاعتها تبقى عليها. فدي اكتر حاجه عجباني بصراحه. انا ما كانش عندي الطقم ده خالص، انا كان عندي منه بس ما كانش متواجد الغطا دوا. فدي حاجه انا يعني مبسوطه منها قوي. هما جايبين لي الاربعه الوان مختلفه، برضو صحية، وعليها رقم 5. هي مش ظاهرة، هي كده ظهرت. فهحط فيها الحاجة بإذن الله، وأنا مطمنة إن هي تحافظ لي على الحاجة وإن هي صحية. طبعا هم جابولي منها المدورة وكمان جابولي منها المربعة. بصراحة عاجبيني قوي وفرحانة بيهم جدا. برضو صحية، عليها رقم 5 اهي. اهي، فهم كده جايبين لي طقمين، طقم مربع وطقم مدور. الطقم عبارة عن اربع اطباق من دوا اهم. طبعا العيش هم عارفين ان دنيتي كلها حافظات تلاجة، فبرضو جابولي الطقم ده. هو عبارة عن 5 حافظات برضو للتلاجة. هما 5 كده، ومساحتها كويسة جدا، المساحة بتاعتها كويسة جدا وتشيل معايا برضو جدا. انتوا عارفين البواقي بتاعت الاكل بتبقى كتيرة، وفي منها اللي بيتبقى كتير او قليل. يعني المقاسات دي بصراحة بتناسبني وبتنظم التلاجة بتاعتي. واديكوا شايفين ان هي شكلها حلو جدا من جوه، والبلاستيك بتاعها نضيف. جابوا ايه كمان، جابوا الصينية دي. هي صينية صغيرة، هم عارفين ان باباهم بيحب القهوة والشاي كتير، فقالوا يا ماما لا، احنا جبنا صينية صغيرة على قد ان انتي تعملي فنجان قهوة او فنجان شاي. يعني هي الصينية دي تقريبا تشيل فنجان وجنبيه كوباية مية. هي كيوتة قوي وجميلة قوي، على قد فرد واحد. وكمان جابوا المضرب السيليكون، بس تقريبا ده مضرب على البارد. يعني انا جربت قبل كده المضرب السيليكون في الحاجات السخنة، ما استحملتش الحاجة السخنة ان انتي تحطيها يعني على النار، فانا هستخدمه على البارد. جابولي كمان طقم سكاكين اللي هي الصغيرة دي. انا ما كانش عندي بصراحة الحجم ده خالص، فهم لا مشكورين ان هم عارفين ان انا ما كانش عندي الحجم بتاع السكاكين دي، فجابولي الطقم السكاكين. كمان هم جابولي الفرشة اللي تتهني بيها الزيت او السمن في الصواني. كان معاها سباتيولا بس انا استعملتها يعني طفاسة بقى. وكمان جابولي الصينية دي حلوة جدا، وشكلها حلو قوي وعجبني، وانا بحب الالوانات دي قوي. هي حجمها كبير وواسع، وتاخد كذا فنجان شاي حلوة يعني، وماركتها كويسة. يعني انا حاسة ان هي لا الماركة بتاعتها نظيفة حلوة، يعيشوا ويجيبوا لي بقى. وكمان اشتروا لي طقم التوابل. انا كان عندي طقم زي طقم توابل، انا هحط فيه الحاجه بتاعتي، بس انا كنت بقول قدامهم ان انا عايزه كماله. فهم جابوا لي طقم التوابل. هو 4. الماركه بتاعتهم نظيفه، هم مش بلاستيك. انا معرفش الماركه بتاعتهم باغ تقريبا او حاجه زي كده، بس هم مش بلاستيك.
قوية جدا، يعني مش ضعيفة. الخامة بتاعتهم حلوة جدا، والمساحة بتاعتهم لا تشيل معايا كويس قوي. كمان جابولي اطباق شكلها حلو قوي. انا ما كانش عندي الاطباق دي، انا كان عندي الملامين الابيض العادي. هم جابوهولي الوان. جابولي 4 اصفر، وكمان اخوهم الصغير مسك في لون تاني. هم جايبين على عددهم يعني انا معايا ربنا يبارك في اولادكم. معايا 4 اولاد، فهم يعني هم جايبين ال4 لونهم اصفر، وكمان اخوهم مسك في لون الروز. طبعا انا بحب جدا الالوانات دي، وبتدي شكل كمان في المطبخ. وجابولي 3 كبار مقاسات مختلفة طبعا للخضار. كمان جايبين لي 4 اللي هو المربع دوا. انا ما جربتوش قبل كده، ما كانش عندي، واول مره اعرف الميلامين ان هو فيه مربعات. فهم كده يعتبروا ان هم جايبين لي طقم، بس طقم مختلف بعيدا عن الفوانيس دي. هم كمان عارفين ان بيبقى المكسرات في رمضان بتبقى كتيرة، وهم قاعدين طبعا قدام التلفزيون بيحبوا ان هم يقعدوا يتسلوا. فجابوا لي الطبق التسالي دوا. بتحطي فيه مكسرات، تحطي فيه تسالي، لب سوداني، اللي انتي عايزة تحطيه حطيه فيه. هو عبارة عن 5 اطباق، والطبق الكبير بتاعهم من تحت. ماركتهم حلوة قوي، والخامة بتاعتهم برضو نظيفة قوي، والوانهم شيك قوي. حتى لو دخل ضيف انت ممكن تقدمي فيه تسالي، يعني حاجة مبهجة. كمان هم جابوا مضرب الكابتشينو. هم عارفين انا بحب اشرب كابتشينو كتير، فهم اشتروا لي مضرب الكابتشينو. قالوا لي انتي ده يا ماما، احنا عارفينك بتحبي الكابتشينو كتير. جابوا كمان الاطباق المتقسمة دي برضو. هم جابوه 5 اطباق، 5 اطباق متقسمة. شكلهم حلو، والماركة بتاعتهم برضو نظيفة وصحية. هي هتنفعني قوي، ان هتنفع بصراحة، ان هي هتوفر معايا الاطباق. يعني لما يكون انتي عاملة حاجة بتقسميها، ان الطفل او الولد او البنت بياخدوا الطبق فيه كل حاجة انتي حطاها، حاجة هتوفر عليك انتي كمان في الغسيل، ومش هتخلي ان يبقى فيه كركبة مواعين. وبرضو عليها رقم 5 اهي. يعني هتحطي كمان لاولادك الاكل في حاجة انتي متأكدة منها ومطمنة عليهم. كمان راحوا جابولي الشوب دوا، ومعاه الكاسات او معاه الكوبايات بتاعته. طبعا الشوب ده للعصير ان شاء الله في رمضان. انا الحاجات دي كلها باذن الله هشيلها لرمضان. ربنا يبلغنا رمضان يا رب، لا فقدينا ولا مفقودين باذن الله. ده عبارة عن شوب كبير تقريبا ده 1.5 لتر، ومعاه 6 كوبايات. ده هينفعني قوي بصراحة في العصاير لرمضان. انا يعني انا في العصاير او في المية عموما ما بحبش الازايز، لانها ما بتستحملش معايا كتير. انا بفضل اكتر يكون الدوارق دي بتستحمل وبتشيل كمية كبيرة. كمان اشتروا طقم الكاسات دوا او طقم الكوبايات. هم جابوا 3 بس منه. بيقولوا لي يا ماما ما لقيناش الا غير ال3 دول، ما كانش في تاني في المحل. لما يجيب تاني ان شاء الله نبقى نجيب لك. هم كتر الف خيرهم طبعا على كمية المشتريات اللي هم اشتروها دي ومن مصروفهم. لا شكرا ليكم يا حبايبي بجد، ربنا يبارك لي فيكم. وبكده دي كانت مشتريات النهارده اللي انا ما تعبتش فيها وانا ما جبتش فيها حاجه. ربنا يبارك لي في اولادي هم اللي جابوهم. ويبارك لك فينا يا ماما. فرب بارك لك فينا يا ماما. يا رب المشتريات بتاعتي تعجبكم، او مشتريات اولادي تعجبكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو يا ريت ما تنسنيش بلايك واشتراك في القناه ودعوه حلوه ليا. وخلاص باي باي.